اهلا بكل متابعين ابولو ليج. كنت مره قاعد مع كابتن اينو الله يرحمه، فسالته قلت له يا كابتن اينو، هو انت ليه مش زي بقيه لعيبه الزمن بتاعك وبتطلع في برامج رياضيه زي ما هو الحال موجود وقتها؟ رد عليا وقال لي كابتن اينو الله يرحمه: محمد، انا ما بحبش اتكلم الا عن الكوره. فقلت له طب ماشي، ما انا قصدي ان انت هتطلع تتكلم عن الكوره، ما هنطلع نتكلم في ايه؟ انا قصدي ده. قال لي هي فين الكوره؟ قلت له الكوره موجوده، بتتفرج عليها يوميا. فقال لي لو انت فاكر ان انت بتتفرج عليها دي كوره تبقى انت ما بتفهمش في الكوره. قلت له كل وقت وليه اخطاء يا كابتن، وكل زمن وليه الفترة بتاعته او اسلوب لعبه يعني. رد عليا وقال لي انا لو طلعت اتكلمت ناس كتير قوي هتزعل مني، فكده افضل ان انا ما اتكلمش، خليني قاعد متفرج فقط. وبعد ما توفى كابتن اينو جه في دماغي بعد مباراة الاهلي والجيش الملكي المغربي، ورنت في وداني المحادثة اللي حصلت بيني وبينه ده. لأنه ببساطة بعد مباراة الأهلي والجيش الملكي قعدت أفكر أنا أطلع هتكلم في إيه في المباراة. فبصراحة كان على حق كابتن إينو فإن إحنا بقينا بنتفرج على حاجة خالص بعيدة عن الكورة والرياضة. اللي حصل في ماتش الأهلي والجيش الملكي لو احنا هنحط له عنوان عركة في خمارة، عركة في سويقة قامت فيها خناقة بين البياعين. فبقى اللي بيبيع طماطم بيضرب بالطماطم، واللي بيبيع بطاطس بيضرب بالبطاطس، واللي بيبيع فجل بيضرب بالفجل. وبقى الموضوع من غير لا ظبط ولا ربط. يعني اتحاد افريقي ملوش كبير، نادي جيش الملكي ملوش كبير، الاتحاد المغربي ملوش كبير، إدارة استاد في الرباط هيتلعب عليه كاس الأمم الأفريقية بعد كام يوم من دلوقتي ملوش كبير. بدليل إن احنا شفنا في المباراة انفلات من الجماهير بتاعت الجيش الملكي وعدم وجود أمن بشكل واضح. واللي ساعد في ده الحكم الليبي اللي اسمه احمد الشلماني ده، كان له دور كبير جدا جدا في اللي حصل او في زياده اللي حصل. الموضوع بقى مقلق قوي يا جماعه. زي ما قلت قبل انطلاقه كاس الامم الافريقيه في المغرب يوم 21/12، وللاسف الشديد اللي بيحصل دوت بدون عقوبات رادعه لا للجماهير ولا للأندية صاحبة الجماهير ديت، بيخلي الموضوع يزيد. لأن دي مش أول مرة جمهور الجيش الملكي يعمل الكلام دوت، وده بألسنة صحفيين وإعلاميين مغاربة في المغرب. حصل الكلام ده كذا مرة محليا وعربيا وإفريقيا من جماهير الجيش الملكي، مش حاجة جديدة اللي حصلت في ماتش الأهلي ده خالص. وللأسف الشديد العقوبات اللي كانت بتيجي على جماهير الجيش الملكي بتبقى ضعيفة، أو يمكن كمان في بعض الأحيان ما كانش فيه خالص أي عقوبات. فده اللي خلى الموضوع يزيد، هم عارفين إن مش هيحصل أي عقوبات.
يترمي على ارضيه الملعب كميه ازايز الميه دي عادي، انت داخل بميه ماشي، وازازه الميه رغم ان احنا شفنا الفيديو بتاع حدف الازايز على لعيبه النادي الاهلي ومصطفى شوبير، وشفنا ازازه الميه واصطدامها باللاعب بتبقى عامله ازاي، بس ممكن نقول ان هي مش هتبقى مؤثره بعيد عن الحقيقه اللي انا بقوله، بس خلينا نقول كده. انما يترمي سلاح حاد في ارضيه الملعب دي، هنا بقى الخطوره اللي احنا المفروض نحطها تحت عينينا. معلش مع احترامي كده يعني لبعض الاعلاميين زي الاستاذ عمرو اديب يطلع يقول لك دي مش سكينه، دي سكينه معجون، هي هتفرق ايه يعني؟ دي سكينه عاديه ولا سكينه معجون يعني؟ انا مش فاهم. هي دي آلة حاده، آلة حاده لو اتخبطت في اي لاعب هتقتله. وحضرتك لو مش مصدق ممكن تجربها، يعني ممكن تجيب السلاح اللي اترمى ده وتجربه في جسمك تشوف هيعمل ايه. احنا سايبين الحاجة المهمة وماسكين في الديل، يعني ماسكين الديل وسايبين راس الموضوع. اللي حصل في المباراة ان 5 لعيبة بالنادي الاهلي اتصابوا في المباراة دي. اولهم اشرف بن شرقي على ارضه وبين اهله وناسه، وهو ما رجعش مع باقي لعيبه النادي الاهلي، لانه الان هو على قوه الاتحاد المغربي، لانه هيطلع ان هو ضمن اللعيبه اللي هتشارك في كاس العرب في منتخب المغرب اللي هيتلعب في قطر. فهو بيتم الفحوصات هناك، وطبعا النادي الاهلي متابع الفحوصات والكشوفات اللي بتحصل. وتاني لاعب اتصاب كان ياسر ابراهيم باصابتين، واحد في الكاحل اليمين وواحد في الكاحل الشمال، ومحمد شريف وياسين مرعي بالتحاموا مع زميله ياسر ابراهيم. الاثنين طلعوا التحموا مع بعض فحصلت اصابه لياسين مرعي. واخرهم تريزيجيه اللي اتصاب في دماغه. اللي بيحصل ده يخليني اقول ان احنا مبقيناش فعلا بنتفرج على كوره ولا رياضه. وانا ما كنتش عارف اطلع اتكلم في ايه في المباراه، يعني بصرف النظر عن النتيجه بقى الاهلي بقى ترتيبه ايه، وده الطبيعي يعني ان احنا عارفين دايما الاهلي الاول رغم كل قله الادب وعدم الاخلاق والرياضه اللي بتحصل من الفرق اللي بتلاعب دايما النادي الاهلي. بس هطلع اتكلم في ايه؟ فنيات ايه وكوره ايه والهدف ايه اللي ضايع وهدف ايه اللي جه وضربه جزاء ايه اللي مستحقه ولا مش مستحقه ولا صح ولا مش صح ولا تغييرات ايه اللي هنتكلم فيها في مباراه فيها اللي احنا شفناه. وده السؤال اللي بيخليني اروح بيه بذهني كده في كاس الامم الافريقيه. ايه اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه؟ هنشوف سواطير بقى ولا هنشوف ايه في كاس الامم الافريقيه؟ طول ما الاتحاد الافريقي ساكت على اللي بيحصل هنشوف اكتر من كده اكيد. نروح للزمالك اللي اتعادل مع كايزر شيفز بغرابه قبل نهايه الوقت الضايع بدقيقه ونص تقريبا، بغلطه شنيعه من حارس المرمى محمد صبحي. الاول اتقدم الزمالك باقدام سيف الدين الجزيري اللي الهدف دوت هيفتح للجزيري من ناحيه منتخبه بقى الباب تاني عشان ينضم ليه. بس بعيد عن كده انا عايز اتكلم في المباراه بتاعت النادي الزمالك وكايزر شيفز عن التغييرات اللي عملها كابتن احمد عبد الرؤوف. بس مش هتكلم في حاجه تاني لان التغييرات دي هي سبب تحول نتيجه فوز الزمالك لتعادل نادي الزمالك مع كايزر شيفز. خلينا نبص كده على التغييرات. هنلاقيه هو التغيير الاولاني كان تغيير اضطراري
بانه يطلع سيف الدين الجزيري وينزل بداله عدي الدباغ، اوكي ده اضطراري فخلاص مش هتكلم فيه. انما لما نروح نلاقي ان هو مطلع محمد اسماعيل ومنزل بنتايج ومطلع بعدها ناصر ماهر ومنزل ادم كايد في وسط الملعب، نقدر هنا نقول ان الراجل ده عمل تغييرات كلها كانت سلبيه في المباراه دي، وهي السبب في تحول النتيجه من فوز لتعادل. نادي الزمالك واقع في مجموعه ضعيفه، وكايزر تشيفز ده فريق تعبان، يعني تعبان، وفوزه على الفريق ده في جنوب افريقيا كان هيخلي نادي الزمالك من كانت هتبقى اول مباراه لفوز الزمالك في جنوب افريقيا عموما يعني في تاريخه. انما انت تطلع لاعب وسط ملعب وتنزل لاعب ما بيعرفش يلعب وسط ملعب زي ادم كايد وتصر انه يلعب في وسط الملعب، وانت عارف كويس جدا ان هو المركز ده مش مركزه وما بيعرفش يلعبه، يبقى انت لازم تقعد وتراجع حساباتك شويه يا كابتن احمد عبد الرؤوف. وبعدها طلع بزيرة ونزل احمد شريف ما اعرفش ليه. بعيدا بقى عن التغييرات اللي انا بتكلم فيها ان هي كانت تاثيرها سلبي كله على النتيجه، محمد عواد غضب زعل واصر انه مبقاش من ضمن البدلاء وساب الفريق، ما كانش قاعد على دكه الاحتياطي محمد عواد عشان احمد عبد الرؤوف اختار محمد صبحي يبقى هو الاساسي في المباراه بتاع كايزر تشيفز. طيب السؤال هنا، هل محمد عواد هيطبق عليه عقوبه زي ما حصل مع او ما يماثل هذا اللي عمله المهدي سليمان مثلا، ولا الموضوع هيعدي كده من غير حتى ما حد هيقف عنده ويتكلم فيه؟ ده سؤال. السؤال التاني، هل الغلطة اللي عملها محمد صبحي في آخر دقيقة من عمر المباراة والجون الغريب اللي جه فيه خلى الزمالك يتعادل مع الفريق كايزر تشيفز ده، هيغير من تقييم حارس المرمى دوت وتصحيح المسار وان يخلي دايما الاساسي هو عواد؟ ده سؤال تاني. اللي بيحصل ان احنا لازم تقييمنا يبقى عن طريق ارقام او احصائيات اللاعب، مش موقف حصل. كل اللعيبه بتغلط، والموقف اللي حصل في المباراه دوت بين عواد والجهاز الفني وبين محمد صبحي والجهاز الفني في نادي الزمالك، انا شايف ان هو مش هيتاخد بالاحصائيات ولا بالارقام، هيتاخد بالشكل التاني اللي كلنا عارفينه، ان دي غلطه حارس مرمى وان احنا كنا المفروض نعمل ده وما نعملش ده، او نلاعب ده وما نلعبش ده، ونقعد احتياطي وما نديش الفرصه لده، وده غلط. اشوفكم في فيديو قادم قريب.